الملعب ولع. الملعب ولع والدوري ولع، ويوم استثنائي في بطولة الدوري قلب الدنيا من فوق لتحت. بداية اللقاءات كان لقاء سيراميكا والزمالك، وأول لقاء للكابتن أيمن الرمادي مع نادي الزمالك. لقاء انتهى 2-2. تقدم طبعا الزمالك بالهدف اللي حضراتكم شايفينه، خطأ فادح من محمد بسام. تقدم ناصر منسي، وبعد كده تعادل اسلام عيسى، كرة طبعا يسأل عنها محمد صبحي. بعد كده تقدم تاني الزمالك عن طريق سيف الجزيري بهذا الهدف اللي كان عليه كلام كتير، وبعد كده اقروا الكابتن محمد الحنفي. وبعد كده تعادل سيراميكا في اخر الدقائق عشان ينتهي. ده الجول بتاع التعادل بتاع سيراميكا واحمد الحاج، كرة طبعا يسأل عنها برضو محمد عواد، وانتهى اللقاء 2-2. بعد كده رحنا عند اللقاء اللي كان كل الناس منتظراه، لانه في حالة اخفاق بيراميدز وهو ما حدث او تعادله هيبقى في الامور امور فيما يخص قمة جدول الترتيب. والحقيقة ان البنك الاهلي بيقدر يعمل مفاجأة من العيار الثقيل ويفوز على بيراميدز برباعية مقابل هدفين. هنقف عند اكتر من حاجة بس بعد ما نستعرض الاهداف. ده كان بداية التسجيل عن طريق محمد ابراهيم لاعب البنك الاهلي في الشباك الشناوي. بعد كده هدف تاني عن طريق اسامة فيصل المهاجم الدولي في مفاجأة غير سارة لكروسلاف يوروتشيتش. يتقدم البنك الاهلي بهدفين. بعد كده موهبة مصر المتفجرة ابراهيم عادل بيسجل هدف تسديد الفارق في بداية الشوط الثاني. ظن الجميع ان بيراميدز سيعود في النتيجة، وبالفعل تعادل عن طريق مروان حمدي. وفي الوقت اللي كان كل الناس منتظرة هدف بيراميدز الثالث، يجي فريق البنك الاهلي بتسديدة قوية جدا من مدبولي، وبهدف مكرر بالكربون في شباك احمد الشناوي بخطأ فادح منه. يسجل البنك الاهلي هدف ثالث ثم هدف رابع عن طريق ياو النور مهاجم البنك الاهلي، لينتهي اللقاء برباعية. السلام عليكم. النهارده بعد نتيجة النهارده وفوز البنك الاهلي على بيراميدز، الحقيقة فعلا بكل امانة فريق بيراميدز من غير جماهير مش هيعرف يحقق بطولات جيدة ولا يعمل تاريخ قوي. الجماهير يا جماعة هي المحرك الاساسي للاعبين، حتى رغم ان النادي الاهلي فاز في المباراة اللي فاتت 4-1، ولكن كنت تحس ان انت مفتقد الجماهير برضه. يعني جه في فترة كده الفترات كان المصري فاق شوية، لكن وجود الجماهير كان بيحرك الصخرة يا جماعة. كمان لاعيبه بيراميدز عندهم نوع من العصبيه شويه، هم حاسين ان هم كانوا اقرب للثلاث بطولات، اقرب لدوري الابطال، اقرب للدوري المصري، اقرب لكاس مصر. في لحظه كل شيء بدا ينهار. يعني ما ننساش ان بعد النتائج السيئه في الدوري المحلي دي، ده هيكون له تاثير كبير على مباراته مع صن داونز. ولو ان انا من الاول خالص كنت متوقع ان صن داونز هيفوز، لان صن داونز بكل امانه سكواد بعيد عن بيراميدز خالص مع كامل الاحترام. يعني النادي الاهلي بخبره المباريات قدر ان هو هناك يتعادل معاه ويطلع بنتيجه سلبيه، وكمان هنا برضو اتعادل معاه، ولكن طبعا كانت من اخطاء كولر. يعني انا متهيألي لو كان في جرأة هجومية كان موجود عماد النحاس شوية في المباراتين دول، كان ممكن النادي الاهلي يعدي صن داونز. لكن بيراميدز ما عندوش خبرة ان هو يتعامل مع المباريات الكبيرة في النهائيات الكبيرة خارج ملعبه، وده اللي انا متوقعه ان هو بيراميدز ممكن ما ياخدش بطولة دوري الابطال بنسبة كبيرة، هتكون من نصيب صن داونز. طبعا كنا نتمنى ان بيراميدز يكمل في البطولة، لكن اعتقد ان مش هتكون ليه فرصة فيها. كمان الدوري المصري بكل امانه الاهلي يستحقه لاسباب كتيره. اول حاجه كان في كم من المجاملات الفجه لبيراميدز في بطوله الدوري في اول الدوري، كتير، كم من المجاملات كتير جدا، واحتواء وتحكيم وكلام من ده، وده حصل مع الزمالك، وده اللي خلى الزمالك لحد دلوقتي موجود في المركز الثالث. والا لو ما كانش فيه احتواء وما كانش فيه مجامله للزمالك كان الزمالك تقريبا في المركز السادس او السابع على اقصى تقدير. النهارده رضا عبد العال طلع يقول الزمالك فرقه فاضيه، يعني دلوقتي بيعترف وبيقول ان الزمالك فرقه فاضيه. وفعلا اللي كان شايل الزمالك هو زيزو، خلينا نتكلم بكل امانه، هو اللي كان عامل فرق كبير جدا مع الزمالك. من شوف الماتشات اللي ما لعبهاش زيزو، من اول مباراه العوده اللي طلع فيها في الكونفدراليه امام فريق مجهول اسمه ستيرنبوش، وبعد كده مباريات الدوري والدوري وكاس مصر اللي هو المحليه اللي اتعملت دي،
كل المباريات تقريبا كان مستوى الزمالك مهزوز ضعيف، ما يقدرش يحقق الفوز، بيقبل هدف واثنين وثلاثه من غير زيزو. بكل امانه الزمالك فرقه فاضيه. كمان سيد عبد الله السعيد يعني بحكم السن لاعب كويس، لكن بحكم السن طبعا ما يقدرش يدي تاني للزمالك، وهيكون من الخطأ كبير جدا للزمالك ان هو يجدد له. النادي الاهلي مطالب الان باقتناص الفرصه، الفوز في الثلاث مباريات ينهي تماما الموضوع. موضوع لجنه التظلمات ده ايا كان القرار مش هيأثر، لان مش هيقدروا يخصموا بثلاث نقط تانية من النادي الاهلي. القرار في اخره خالص هيكون تثبيت الوضع على ما هو عليه، وبالتالي اصبح النادي الاهلي فارق نقطتين دلوقتي عن نادي بيراميدز. انا بقول لك مرشحين للزياده. انا بقول لك في المباريات اللي جايه ممكن الزمالك كمان يتعادل مع بيراميدز، ما يقدرش طبعا يفوز عليه، بالكتير هتبقى المباراه تعادل، لان بيراميدز خلاص ما بقتش عنده الطموح. دي نقطه، اصبح مهزوز. النقطه الثانيه، النقطه الثالثه ان الزمالك كمان خلاص لا مفيش فايده من حكايه ان هو يفوت. هم كانوا ناويين يفوتوا على اساس ان بيراميدز هيستمر بالفوز، وبالتالي هيكون عنده فرصه ان هو ياخد الدوري من الاهلي. لكن دلوقتي بعد الوضع ده اصبحت مباراه الزمالك وبيراميدز مش ذات اهميه كتير بالنسبه للنادي الاهلي، فوتها او ما فوتهاش، لان في النهايه الاهلي هيفوز في مبارياته الثلاثه المتبقيه، هيبقى الدوري رسميا من حق النادي الاهلي.